انا كنت فاكر ان الموت قد ياتي بغته، الكلام اللي يحسسك ان انت ممكن تموت وانت تشرب سيجاره ده، او اللي انا ممكن مثلا ازني بالليل فهنام عشان تعبان من الزنا وهصحى ميت مثلا، او ممكن مثلا اموت وانا بعمل فيديو رقص او بغني مثلا، او ممكن اموت وانا ماشي بالعربيه واسمع اغاني. الكلام اللي حسسك ان الموت ممكن يجي كده، لحد ما الاحداث اللي حواليا حسيتني ان الكلام ده اكيد مش هيحصل، لان ده قبل ما يموت باسبوع نزل بوست بيتكلم فيه عن الموت، اكيد ده مش صدفه. وده قبل ما يموت بشهر اتصل بيا وقال لي يا محمد خد بالك من ابوك وامك، وبيتكلم بصوت خوف انا مش فاهمه، ولكن لما مات فهمت يا عيني ان هو كان حاسس ان هو هيموت. فالكلام ده كله لو انت عندك يقين انه صح فانت عندك مشكله كبيره قوي، ولكن انا معاك. انا كمان حاسس ان انا مش هموت دلوقتي، وحاسس ان انا هموت كمان مثلا في سن ال70 80 سنه. طب هل قبل ما اموت بخمس ست سنين لو ربنا رزقني بان انا اقدر اتوب هعرف اتوب؟ بصيت حواليا وشفت الناس الكبيره، لقيت ان في ناس كبيره قوي خايبه. الناس الكبيره في السن دي اكيد وهم صغيرين كان نفسهم يتوبوا وقالوا اكبر هتوب لما اكبر. طب ايه اللي خلاني ما اعرفش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اذنب عبد ذنبا حتى تركت في قلبه نكته سوداء. يعني كل ذنب بيحصل بيسيب نقطه سوداء في قلبنا. يعني احنا لما نكبر ويبقى عاملين ذنوب كتير قوي قرار التوبه هيبقى صعب. انت دلوقتي قادر تسمع فيديو، تسمع كلام ربنا، بعد كده الله اعلم انت هتسكرول لاي فيديو بيتكلم عن ربنا ولا لا. النكت السوداء الكتير جدا دي هتيجي عران حوالين قلبك، ربنا قال عليها في القرآن: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحسن البصري كان دايما بيقول: اياك والتسويف، اياك والتسويف فانك بيوم وليس بغد. انت دلوقتي عارف انت فين، الله اعلم بكره هتبقى عارف انت فين. ما عندناش فرصة تانية. السلف كانوا بيقولوا: ما أجلت يوما قرار التوبة حتى زاد في قلبي قسوة. كل يوم بأجل قرار التوبة أنا قلبي بيقسى كل يوم. فأنت كل يوم بتأجل قرار التوبة يا صاحبي بيصعب عليك الموضوع، وإحنا كل حاجة مصعباها علينا. مش هتبقى أنت عوني مع الناس اللي حواليك وشطانك على نفسك. كفاية. داخل رمضان انت كل رمضان بتقول ده انا هصلي الصلوات كلها، كل رمضان بتقول انا هعمل كل حاجه، انا هتصدق وهزكي وما بتعملش حاجه. ما سالتش نفسك ليه؟ كل رمضان انت بتزيد اسوأ وانت مش واخد بالك، وكل مره بتاجل فيها قرار التوبه انت بتزيد اسوأ وانت مش واخد بالك. فده فيديو تذكره ليك والنفسي ان انت كل شويه بتاخد قرار التوبه وما تاخدوش، فان شاء الله يكون دي قرار التوبه ليك. السلام عليكم.